ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. طبعا رمضان على الابواب، ربنا يبلغنا ويبلغكم رمضان يا رب. بصوا بقى، دي انا كنت جايباها قبل، يعني بعد ما جيت من السفر على طول. لا مش قبل، بعد ما جيت من السفر على طول. جيت لقيت الكويكي بتاعتي فيها حته مكسوره، فايه يعني مفيش وقت بقى نصلح او نودي او كده هوت. فطبعا انتوا عارفين دي كان الاعلان بتاعها دايما كان على النت. استنوا هوريها لكم. بصوا انا بقول لكم بس الفيديو ده ليه، علشان خاطر تاخدوا بالكم كويس جدا من المنتجات اللي انتوا بتشتروها من على النت. طبعا انا الكبه ديت انا جايباها من على الاعلانات بتاعتها، كانت على الصفحه دايما، اللي هي 3 لتر وتفرم اللحمه وتفرم مش عارف ايه. اكيد انتوا شفتوا الاعلانات بتاعتها. فقلت ايه، انا عجبتني وابهرتني، الحجم بتاعها كان حلو جدا. فقلت ايه، حجمها كبير وتاخد كميات. المهم طلبت الاوردر من على الموقع، وبعدها بيومين جابها لي تمام. المندوب طبعا بصوا حتى الكيس بتاعها زي ما هو، الكيس بتاعها ايه زي ما هو اهو، كيسها وحاجتها كلها. المهم المندوب لما جابها لي قال لي ايه، قال لي قلت له طب ممكن اشوفها الاول؟ قال لي لا يا مدام، معلش لو حضرتك فتحتي الكيس يبقى كده مش هينفع ان هي ترجع، فهتضطري حضرتك تاخديها. المهم قلت له طب تمام. قال لي ما تقلقيش، هي ثقه والكبه معروفه والناس كتير بتاخد منها ومش عارف ايه. المهم خدتها وانا ايه، وانا يعني مطمنه. هقول لكم بقى ايه، بصوا صدقوني والله كل كلمه بقولها لكم فيها مصداقيه. اولا دي ده الموتور بتاعها تمام، ده الموتور بتاعها كويس. ودي الغطا بتاع السكاكين بتاعتها. هي طبعا مش 5 سكاكين، هي 4 بس. وده بقى لو بتعملي بيض تخفقي بيه بيض او حاجه كده يعني. دي بقى المفاجاه، خليكم معايا كده بقى. طبعا انا طلعت كله من الكياس. دي بقى المفاجاه بقى ايه، ان الحله مش 3 لتر زي ما كانوا مبينينها في الاعلانات بتاعتهم وحجمها. بصوا الحله قد ايه، بصوا كده ركزوا كده معايا. اولا الحله خفيفه مش تقيله تمام. بصوا حجمها قد ايه. كانوا حاطين في الاعلان شريحه لحمه كبيره و4 بطاطسات كبار ومش تاخد مش عارف ايه. اهي ما تاخدش بطاطستين على بعض وحته لحمه، يعني فاهمين. فطبعا الحجم حاجه واللي احنا بنشوفه على الاعلانات حاجه تانية خالص. والشروط بتاعتها انك انت لو فتحتيها المندوب مش هياخدها. لو انت فتحتيها خلاص المندوب مش هياخدها، هيديها لك ايا كان بقى اللي فيها. طلعت صغيره، طلعت مش حلوه، طلع عيب فيها، خلاص هي اتحسبت عليكي. فبتبدا المشكله من هنا. فخدوا بالكم بقى على قد ما تقدروا. طبعا انا مش متعوده اجيب حاجتي من على النت، انا بحب انزل كده المحلات معينه، بروح اشوف الحاجه بعينيا، اقلب فيها وبعد كده اجيبها. بس دي جت كده ايه يعني غلطه. وده بقى الغطا بتاعها تمام. الفكره في ايه بقى، اما هما بقى عاملين ايه. اولا المنتج مش نفس الحجم تمام، دي اول حاجه. ثانيا حاطين من على الكرتونه من ورا من تحت كده اهوت، حاطين اسم ورقم تليفون. طبعا انا اتصلت برقم التليفون ده هوت. الموزع قال لي يا مدام ده اكتر من تاجر بياخد مني، بس مش الحجم اللي حضرتك بتتكلمي عليه خالص. دول بياخدوا مني الاحجام الكبيره، وانا عندي منها الاحجام الكبيره. ده انا هصدمكم كمان. وانا عندي منها الاحجام الكبيره، مش الحجم اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده خالص. احنا هنا جمله، يعني بندي للشركات بالجمله، اللي بياخد 100 قطعه، اللي بياخد 50 قطعه، 200 قطعه، بس مش الحجم اللي حضرتك بتتكلمي عليه خالص تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه لما بقوله على السعر ان هي ب 750، قال لي يا مدام لا، اللي عندي الحله بتاعتها كبيره فعلا، بس دي مش ب 750، دي ب 400 وب 300. قال لي دي ب 400 وب 300. ولا وهو فين، هو مش في مصر كمان، ده في الفيوم، ده مش موجود في مصر، ده في الفيوم. طبعا هم ناس محترمين، ما لهمش علاقه بالموضوع خالص، لان هم جمله. هو قال لي يا فندم احنا معروفين وبنبيع جمله للشركات، وهم الله اعلم هم بينزلوا على النت الاعلان وبيحطوا جوه الكراتين ايه ويودوها للناس. طبعا انا صدقت كلامه ليه، لان المندوب لما جه قال لي يا مدام لو الكيس اتفتح انا خلاص مش هينفع ان انا ارجع المنتج تاني. ده اكبر دليل ان هم مش عندهمش مصداقيه في الاعلانات بتاعتهم اللي بينزلوها على المواقع تمام. وما عنديش مشكله، انا بقول الكلام ده ما عنديش مشكله، انا احب المصداقيه في اي حاجه تمام.
فطبعا 750 كتير جدا من 300 او 400. يعني بصوا حاجة، حتى انا المندوب سألته قلت له طيب يعني حضرتك ما تعرفش، انا نسيت طبعا، انا لما بعت على النت نسيت اسم الشركة اللي كانت عارضة الاعلان، هما شركات كتير بيعرضوا نفس الاعلان تمام. قال لي يا فندم والله ما نعرفش، احنا شركة شحن فقط، المنتج بيقولوا لنا ودوه المكان الفلاني، لكن ما نعرفش، انا ماليش علاقة شركة ايه، ده الاداره هي اللي بتديني المنتج وبيقولوا لي ودوه العنوان الفلاني، مش بيقولوا لي شركه ايه اصلا اللي هي مطلعاه تمام. طبعا كل الكلام ده هوت يعني ما يخش ذمتي ببصله. يعني انت بتبيع منتج او الجهه الشركه اللي منزله المنتج، انتوا بتبيعوه، ما تضحكوش على الناس، ما تدوش للناس حله، ما تاخدش لتر ونص، ما تاخدش نص فرخه على بعضها او نص كيلو فلي يتفرم فيها وتقولوا انتوا ما شفتوش شكل الحله كان عامل ازاي في الاعلانات. قد دي مرتين، قد دي مرتين محطوط فيها شريحه لحمه كبيره واربع بطاطسيات كبار وبصل وبتتفرم وبتاخد معاكي ساعه كبيره وتاخد معاكي وجبات كتيره انا لما جبتها اصلا جبتها علشان خاطر حجمها. يعني انا لما خدتها من على النت خدتها عشان خاطر حجمها، بس ما كنتش اعرف بقى ايه، ان طبعا اول حاجه المندوب بيقول لي لو حضرتك فتحت الكيس كده خلاص انا مش هينفع اخدها تاني، دي اول حاجه. تاني حاجه فتحت لقيت المنظر ده، هو هي كويسه بس ممكن دي ما تطولش، حتى سكاكينها انا شاكه فيها انها ممكن ما تطولش تمام. بصوا الحجم قد ايه، انا اللي مضايقني الحجم، انا اللي مضايقني الحجم. بصوا الحجم قد ايه، الحجم غير اللي غير اللي على النت تماما. فخدوا بالكم بقى على قد ما تقدروا، بالذات ما بتيجي تاخدوا اي حاجه من على النت، ولو المندوب قالك مش هينفع يا فندم لو فتحتي كيسه تحسب عليكي، قول له خلاص شكرا مع السلامه. طبعا كان المفروض ان انا اعمل كده اهوت، بس للاسف ان يعني خدت منه الحاجه بثقه، يعني خدت منه الحاجه ثقه وقلت خلاص تمام مفيش مشكله وناس محترمه لكن انا بقول لكم لا، اي حاجه من على النت بالذات الاعلان بتاع الكبه دهيت من على النت، الكبه اللي انتوا عارفينها، الكبه اللي بيحط فيها هنا، بيحطوا فيها هنا لحمه ومش عارف ايه وساعتها كبيره و3 لتر. خدوا بالكم اي حاجه من على النت لازم تفتشوا فيها الاول، ولو قال لكم مش هينفع خلاص ما تصدقوش مع السلامه ومتشكرين جدا يا فندم ومش عايزين. بس هي دي اللي هما بيعرضوها على النت، هي دي الكبه اللي بيعرضوها على النت وبيجيبوا شكلها، وانا اساسا انا جبتها علشان حجمها. انا عندي واحده، انا عندي كبه بتفرم كل حاجه وبتبشر كل حاجه، بس انا جبتها علشان حجمها اكبر من اللي عندي شويه، اديت الثقه، انا متعوده ما بديش الثقه. التليفون نفسه زعل كان هيقع. انا ما بديش الثقه بصراحه عند الحاجات دهيت، ما بجيبش حاجه من على النت، اي حاجه من على النت انا ما بثقش فيها تمام. بس هي خلاص اللي حصل حصل وقدر الله ما شاء فعل. بس خدوا بالكم بقى اي حاجه من على النت ما يغركوش الكاميرا، لان الكاميرا ممكن تخدعكم. هي صغيره، الحله كانت كبيره جدا ما شاء الله في الاعلانات، لكن في الواقع هي حاجه صغيره جدا، هي حاجه صغيره جدا اهي. فخلي بالكم بقى وكل سنه وانتم طيبين. صح، نسيت اقول لكم المستورد واللي حاطين ارقامهم على العلبه وكده من دمياط مش الفيوم، انا غلطت وقلت الفيوم، لا هم من دمياط. وعموما دمياط او الفيوم على راسنا طبعا الجهتين، بس خدوا بالكم عموما على اي حاجه على النت، في مواقع كويسه كتير جدا، في مواقع كلها مصداقيه زي زي شي ان وزي امازون، في حاجات كتير بتبقى فعلا منتجاتها ممتازه وبتبقى حلوه جدا ومعروفه طبعا ومشهوره. انما انا اول مره بصراحه اجيب من الموقع ده، وما اعتقدش ان انا يعني اعيدها تاني او اكررها تاني. كل سنه وانتم طيبين واشوفكم على خير.